السلام عليكم أحبتي المتابعين. قبل قليل ومن الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع العراقية إعلان أرقام القطع للمشمولين بقطع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع للضباط والمراتب والموظفين وذوي الشهداء. نضغط على هذا الرابط الذي سأضعه لكم في وصف الفيديو وسيثبت في أول تعليق وننزل للأسفل استكمالا لحسم ملف توزيع مكرمة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من قطع الأراضي السكنية لمنتسبي وزارة الدفاع، وبمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل السيد وزير الدفاع تعلن الوزارة عن أرقام القطع الخاصة بالضباط والمراتب والموظفين وذوي الشهداء في محافظة بغداد. أرقام القطع أحبتي المتابعين، اضغط على هذا الرابط بالأزرق مكتوب اضغط هنا، بعدها نضغط على موافق ويفتح ملفي أكسل. الملف الأول خاص بالضباط والملف الثاني للمراتب الموظفين وذوي الشهداء. نضغط على مثلا الضباط، هذه بالنسبة للتسلسلات والحي والمحلة، وبعدها الرقم الإحصائي وهو المهم حيث تستطيع معرفة اسمك عن طريق الرقم الإحصائي. فهذه الأرقام بإمكانك البحث. طبعا نضغط على النقاط الثلاث في الأعلى، هذه النقاط ومكتوب بحث واستبدال، بعدها نكتب الرقم الذي نريد، مثلا 711 هذا الرقم صفرين، طبعا يتحدد مباشرة عن طريق البحث بالرقم الإحصائي. يمكنكم الوصول إلى أسماءكم. والملف الآخر أحبتي المتابعين هو خاص بالمراتب والموظفين وذوي الشهداء. طبعا هذه خاصة بمحافظة بغداد، يمكنكم البحث عن طريق هذه الأسماء، طبعا عدد كبير من المشمولين. هذا الرابط سأضعه لكم في وصف الفيديو وسيثبت في أول تعليق. إلى هنا ينتهي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.